قاعد لك النهارده في البيت. فالنهارده لازم نعمل مهمات. طول ما ابوك قاعد في البيت النهارده لازم تشوف لك تحرك جسمك النهارده. يلا هنبدا. اول حاجه ما اسمعش صوتك، ولا بابا كان ومالي ولا بابا مش عارف كان ومالي، عشان انا بحب شغل الصداع. هتعمل من غير وانت ساكت، ماشي؟ عشان ايه؟ خلي في مناخيري، ماشي؟ اول حاجه شايف الشاشه دي؟ خدها وحطها هنا. لا مش عجباني. خدها وحطها هنا. لا مش عجباني. خدها وحطها هنا. تمام كده. تعالى بقى معايا عشان نروح نصلح التلاجة البايظه اللي جوه. تعالى بقى معايا عشان نروح نصلح المروحه البايظه الخربانه مش عايزه تشتغل. تعالى بقى معايا عشان نروح نصلح برج ايفل. تعالى بقى معايا عشان نروح نصلح المونه بتاعت السرير. تعالى بقى معايا عشان نروح نصلح اللوحه اللي جوه البايظه. تعالى بقى معايا عشان نروح عشان اخليه تلم الزرار تنزل ترميها. تعالى بقى معايا عشان نروح نعمل عشه للطيور اللي فوق. لا المروحه دي مش عجباني، مكانها مش عاجبني والله العظيم. المفروض اصلا تحط المروحه هنا. مروحه حطها هنا عشان شكلها مش عاجبني الصراحه. لا يا عم دي وحشه قوي خالص يا عم. عايزين الشقه دي شكلها جميل كده. حط المروحه جنبي هنا. لا مش حلوه. طلعها بره الاوضه خالص. كل دي طلبات اهو، حرام عليك. ده انا بتعذب في نار ربنا مش هيحصل فيا كل ده. استغفر الله العظيم يا رب. يا نهار اسود. بنت ما تضربيش الراجل والله هزعلك. انت بنت اللي في التلفزيون كوشي اضربي ارناف. ما تضربيش البنت التانية، هنفخك والله لو ضربت الواد ارناف. الواد ارناف ده راجل جدع وجاي كده مع السكه. بنت هزعلك، ما تضللنيش، ما تهبطنيش كوشي. ما تضربيش الواد ارناف عشان ما ازعلكيش. وانت لما عارفه لما الحاج ابو احمد بيزعل جامد قوي، الحاج ابو الخرتيت ده بيزعل جامد قوي. فحياة امك لو ضربتيها هزعلك برضو. تعبتها يا بنت. استغفر الله العظيم يا رب. ما بتفهمش والله المسلسلات الهنديه، ما بتفهمنيش. ايه ده؟ هو التلفزيون وقته يقطع؟ يا نهار اسود. التلفزيون قطع، مش وقته خالص. مش وقته. انت يا زفت شفت ايه اللي في التلفزيون ده؟ يا نهار اسود. مش هقعد مرتاح النهارده. حاضر يا بابا. اي بابا هشوفه. ايوه شوف. حاضر طبعا اهو. استنى بقى اشوف التلفزيون ده فيه ايه، عشان في بص العيب ده لازم نكتشفه، عشان لو عيب، عشان هو عيب كبير. فلو ما اكتشفناهوش يعني انسى التلفزيون اصلا اللي اشتغل. تمام؟ اتفرج على مصلحاتي يا عم احمد. لا عم ابو احمد، ماشي؟ المهم يعني فكك كده. استنى كده عشان نجيب التلفزيون. بس انا خلاص عرفت ايه هو العيب. على ما اظن يا حاج التلفزيون ده العيب في الطبق فوق مش في التلفزيون. تصدق والله ما كنتش اعرف. لا انت تستحق. انت المفروض تبقى كهربائي. انت المفروض تشتغل كهربائي. ما تغور يا زفت. ما انا عارف اصلا ان هو من الطبق. غور يلا روح صلحه. ولا ما تجننيش. استغفر الله العظيم. هنفضل كده طول النهار بنتفرج على التلفزيون عشان نعمل حاجه مفيده ابدا؟ نقفل التلفزيون ده عشان انا زهقت منه. عشان ايه؟ انا بقى عايز اشغل قلب البحر اللي قاعد هناك، بس التليفون ده مش هيعمل لي فايده. بص انا عايز العب بالحزام شويه عشان انا بقالي كتير ما بلعبش بالحزام، بلعب بالشباشب. انت يا حيوان بص عايزك في المهمه. انا عايزك النهارده احنا عايزين ناخد الانتاري ده ننقله. يعني مش ناخد الكنب، احنا ناخد الحيطان بكل حاجه في الانتاري ننقلها الاوضه التانيه، والاوضه التانيه ننقلها هنا، والاوضه التالته ننقلها بره، والاوضه الرابعه ننقلها جوه، والحمام نحطه في المطبخ، والمطبخ نحطه في الحمام. ماشي؟ اخلص بقى عشان ايه؟ ورانا شغل كتير النهارده. نعم خلاص كده. هو ايه؟ الحمام في المطبخ، والمطبخ في الحمام، والاوضه في اوضتنا، والسكون في اوضتنا، والصاله في الانتريه، والانتريه في الصاله. ايه ده يا بابا؟ وانا هعملهم ازاي دول ان شاء الله؟ ولا ايه؟ روح يلا. انت لازم راجل يعتمد عليك. روح يلا شوف انقل الحمام في المطبخ، والمطبخ في الحمام، واوضتنا في اوضتكم، والانتريه في الصاله. ماشي؟ يلا روح يلا بقى عشان ايه؟ خلقي ضيق وما تضايقش خلق اكتر من كده، عشان ما خليش ده يعمل عليك خرطه في وشك. ماشي؟ خلي ده يلعب على وشك وعلى جسمك. ماشي؟ يلا روح. يا نهاري.
هضربك والله، هضربك. ما تبصليش كده عشان انا ما بحبش البصه دي. ايه ده؟ انت جبت الميه لنفسك ما جبتش لابوك؟ ده انت عيل حيوان. خش روح هات لي ميه. خلاص بقى احتمالك بيلسع بقى. خدها بقى. مش بشرب. انت زهقتني في عيش. خدها. معلش انا اسف. خد. لا الحزام ده مبقاش يلسع قوي. انا عارف ان هو بتاع لباب بس مبقاش يلسع قوي. هو ده اللي بقى بيلسع. انا عايزه اسوق على الواد ده بس الواد مش موجود في الاوضه. في حد جاي وهو الواد ده. انا هسوق على وش امه. ايوه 1 2 3 خد. ايه ده؟ يا نهار اسود يا حاج، بترمي معايا الشبشب؟ انت هيطلع عليك ليل ونهار النهارده. يا نهار اسود. خلاص يا حاجه والله ما هعمل حاجه. خلاص والنبي. يا نهار اسود، كل ده غسيل الحاج هطبقه. طب ليه كده يا حاج؟ عشان انا ضربتك بالشبشب ده. كنت المفروض اصلا اضرب ابني مش هضربك انت. بس يلا نصيب بقى. حسب الله ونعم الوكيل. مش عارفه ما اتجوزتش الجامده. كنت اتجوزت الجامده وخلصت. يلا يا حاج طبق يا حاج عشان ما هطلع. مش هطلع. هتشتغل عليك الليل والنهار. اخلص يا حاج عشان شكلك عايز تتضرب النهارده يا حاج. اخلص يا حاج. اخلص ها وبلاش شوشره ولك وعجن. يلا بتقول حاجه يا حاج؟ لا ما بقولش حاجه. انا بقول عايش مع قمر ومربى وعسل. هعملهم من دلوقتي. حاضر. القرف ده في غسيل وسخ. عايزين اطبق فيه غسيل وسخ. يا الدنيا اتقلبت احوالها. بحسب انا هجيب حاجه. بص نخش اعمل الاكل. اجي الاقيك بخلص التطبيق ده. تعرف انا مبقتش هعمل فيك ايه؟ خلص يا حاج. كنتكم القرف رجاله ما تجوش رجاله حمرا. يا نهار اسود. على اخر الزمن ابويا بيطبق في غسيل. يا ما شاء الله ابويا هيقلب. مش لازم اقول يعني. السلام عليكم يا حاج. يلا خد. انا رايح فين؟ تعالى خدت عيله وانا هسيبك النهارده ولا ايه؟ ده انا واخد اجازه مخصوص عشان خاطرك. تعالى بقى طبق دول مكان عشان امك بتقولي طبق عشان انا ضربتها بالشبشب فعملت لي عقاب. فانت حق امك طبقهم انت. ولما طبقهم مش هخلي ده خريطه على وشك. والشبشب عادي مفيش مانع هجيبهولك واخليه يرسم خريطه على وشك. تعالى بقى طبق دول عشان ايه متخليش ده بقى يلعب على وشك البخت. اطبق غسيل. طب انت يا ابويا لما كملتش الغسيل وخليتني انا اطبقه اقول لامي على ام هنا. ام هنا فاكره ام هنا من شهر 8 2021 ابتديت تكلمها. هقول لها اللي انت رجعت لها تاني وبقيت تكلمها. يا ماما ابويا بيكلم ام هنا. يا ماما انت بتعمل ايه؟ خد يلا. انا هسيبك النهارده. تعالى بقى. انا مش هسيبك.